نشكر الزميل بتاح على نقل هذه الأجواء الحماسية. الجماهير الكروية من الجنسين وباختلاف الأعمار استمتعت بالأداء الكروي المتميز. المنتخب الوطني وتتويجه بلقب بطولة كأس العرب لكرة القدم المنظمة بقطر، تتويج جاء بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الأردني في المباراة التي شدت أنفاس الجماهير الوطنية حتى آخر ثواني المباراة. وكباقي مدن المملكة فرحة استثنائية عاشتها الجماهير الوطنية عقب هذا الفوز بمدن الداخلة قليميم، طنطان، بوجدور والسمارة. العقوبة الكاس افريقيا. مبروك على المغاربه، ونشكروا المدرب الناخب الوطني على هذا الانجاز الكبير اللي دائما عودنا المنتخب المغربي يكون في ذا النوع من المواقف اللي هي زينه. وذا العام ان شاء الله عام كاس افريقيا وكاس العرب، ولما لا كاس العالم ان شاء الله. شكرا للناخب الوطني، شكرا للمنتخب الوطني، والحمد لله. هذا المباراه كان فيها اسم الشويعر اللي هو اسم من الاقاليم الجنوبيه اللي نفتخروا به، والله يكمل بخير ان شاء الله وندو كاس افريقيا. اليوم الحمد لله تمت المباراه بنجاح، ومن اليوم نتفرجوا وقلوبنا كاملين يا غال. الحمد لله رانا مباركين للمغاربه قاطبه من طنجه للقويره على هذه الفرحه كبيره، ومباركين روسنا والناس الداخله اللي اليوم الحمد لله ناشطين وفرحانين بهذا الكاس، ونتمناو الكاس 2030 ان شاء الله. هذه وراه فرحه كبيره، راه هادشي راه التاريخ ما عمره ما يدوى عليه. راه المغرب راه دار انجاز عظيم، مجموعه رقم 3 خدات بزاف الحوايج. راه هادشي راه تخي بون شوز داروا المغاربه، وتحياتي لكم وتحيه للعائله. هابي، انا فرحانه بزاف اليوم حيت خدينا كاس العرب وفرحانه بزاف. مبروك علينا. يعني المنتخب الوطني فوز ديالو بالكوب ضرب، يعني كاس ديال العرب. مقابله كانت مقابله اعصاب، عشنا مد وجد في هذه المقابله. هنيئا لكتيبه المدرب الوطني. رغم الاصابه ديال اللاعبين اللي خرجوا، ولكن طارق سكيتيوي مدرب محنك حاول يتدارك الموقف ويسجل الهدف الثاني، ومشوا الاشواط الاضافيه اللي كانت يعني الفاصل بين المنتخب المغربي والاردني. وهذه فرحه لجميع المغاربه والكره المغربيه، وكذلك مجهودات كذلك ديال الجامعه ديالنا ديال كره القدم. جابوها بصحتهم ومبروك على المغرب. فرحانين بهذا الانجاز اللي داروا المغرب. فرحانين وكنهنيو المنتخب المغربي بهذا الفوز بالبطوله ديال العرب، وان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله. نهنوا المنتخب المغربي اخونا الشقيق. نحن الموريتانيين اليوم فرحانين بالفوز للمغرب. وهذا الانجاز اليوم انا كنبغي نهنى كتيبه السي سكيتيوي طارق، في حقيقه اشتغل وابان على عمل جبار من خلال متابعتنا اليوم المباراه. اليوم فرحوا الشعب المغربي بجميع مكوناته، فرحوا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. اليوم السقف ديال التحديات ترفع. اليوم هذه رساله، هذا الفوز اللي فاز به السي طارق السكيتيوي بكاس العرب وقبل منه كاس الشان. الحمد لله هذا نهار كبير، يعني كاس غاليه ضافت للخزينه ديال المملكه المغربيه. كنلاحظوا اليوم المغرب اليوم ما بقاش مغرب مشاركات ولا مغرب الالقاب. الحمد لله بالقياده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس وبالتسيير ديال السي فوزي القجع، ان المغرب دابا ولا معادله صعبه في جميع التظاهرات. الماتش كان زوين بزاف، كانت مقابله في المستوى. ماركينا في الشوط الاول في لي 3 بروميير مينوت،
ودغيا رجعنا في الماتش الثاني، واخا سجلوا علينا في بدايه الشوط الثاني، دونك رجعنا ماركينا، وصراحه كانوا اللعابه في المستوى، كان ماتش زوين بزاف. الحمد لله احنا فرحانين بزاف بهذا النجاح وبهذا الفوز. هذه الفرحه ما نعبرش عليها، والله ينصر سيدنا، والله يخلي المغرب ديالنا دائما فيه الامان يا ربي، والله العقوبه ان شاء الله الكاس افريقيا تا هو ان شاء الله نفوزوا به، وعاش الملك. بصراحه هذه الفرحه عندنا عاليه عاليه، بدا فوز منتخبنا الوطني بكاس العرب. تحيه 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 للمدرب ديالنا، تحيه.